يحكيوا على واحد حطاب، هذايا كل صباح يرمي على بهيمه ويهز فاسه ويمشي للغابة، يعبي هاك الحمل الحطب، يهبط به البلاد في العشية، يبيعه بالنصيب اللي فيه نصيب وينفق العشاه. هذيك العادة كل يوم. نهار بعد ما كسر وقص الحطب وعبى الحمل متاعه وربط، أخرج له كرمكم الله حنش من مغارة تحت خروبة، في فمه كعب لويز رماها له ورجع دخل مغارته. طبس هو هزك الكعيبة لويز، أرماها في الجبيرة وساق البهيم وهبط البلاد، باع الحطب في السوق، قضاش قضاء للعشاء وروح للدار. قال لها يا مرأة شوف اش دبرت اليوم، ومدلها كالبينتو هذاك أصفر يللش يخطف الأنظار، عمرها ما شفت مثله. قالت له منين هذا؟ باك سرقته. قال لها الناس راهو فيها وفيها، اسكت على نفسك لا يفتنوا بينا. من غدويك أرمى على البهيم ورجع للغابة كيف عادته. النهار كله هو يخدم ويضرب بالفاس ويقص في الحطب، عبى الحمل وإذا به لحنش خارج له، أرماله كعب الوي. الله الله. روح فرحان للمرأة، قال لها كان ربي يراد بنا الخير، أسنا نستغنى. إذا كان هذايا هالحنثش هذايا شد في العدم تاعه والله لا يقطع عوايد. قالت هي كما تقول أمي الله يرحمها الطاعة من نعم الله. من غدوة رجع زاد خرج له الحنش رماله لويز، ولا له راتب يا سيدي شهرية. كل نهار يروح بحمل الحطب يبيعه في السوق ويصرف منه على عشاه، ولويز يرميه في الفنيق مع وخياته. بعد بمدة هاك الراجل هذاك قدر عليه ربي ولده عويزب، قال له برا ارمي على البهيم وهز الفاس ويمشي للغابة الفلانية، راهو تلقى خروبة هاي صفتها وهي صفتها، حتى بثمن من الشجر اللي بحدها. بعد ما تكمل وتعبي الحمل راهو يخرج لك حنش يرمي لك لويز، هزه وجيبهولي ودي الحطب بيعه في السوق. كان اللي عمل هكا رمالو ولد على البهيم، مشى للغابة لم الحطب عبى الحمل نتاعو، خرج له كحنش هذاك رمالو لويز، هبط للبلاد باع الحطب وروح للدار مد لويز وبوه. من غدويك الصباح رجع، لكن بدا يخرف له الشيطان. الثنية كله هو يخمم هل حنش زعما شنو زعما الناس الأخرى بايك ثم كنز. الثنية الكل هو يخمم ويوري ويخالف ويضرب في خماسه في أسداس ويبني ويعلي. لو كان ناخذ الكنز مرة واحدة مش خير؟ علاش باللويز بالكعبة وهو يرشق علينا كيف طبال؟ وبابا راضي بهالبرويق هذايا وساكت. حاصله هالشياب هذوما انتيكا، ناس ما لا يفهموا ولا لا يطعموا. توا نوريه كيفاش نستغناو في نهار واحد. وصل للبقعة المعلومة، اجبد الفاس وتوكل بالله يقص في الحطب. بعد ما كمل خرج له حنش ورماله كعبة اللويز. ما يكونش خينا من العاكسين، يهز الفاس بزوز يدينا ما أعلى من راسه ويقول له به العرب رحلت. جابوا على اثنين، كل طرف يفرفد من جهة. لكن الحنش مو كيف يتقص ما يموتش، انفخ عليه هاك الحنش هذاك هبط له لد ميت. وقف البهيم وقف عشات العشية بدا بالخطيوة حتى وصل للدار بحطبه بما عطاه ربي. تحيرت ام الولد، تحير بوه زعما شو قالوا، زعما وين مشى، اش جرالو، البهيم مش بيه يروح وحده، زعما الولد وين قعد. باتوا ليلتها مشويين ولا يشوي حد في كبيته. عالصباح خبروا جيران الحومة، تلموا خرجوا للغابة يفركسوا كل واحد شاف بجهة،
وصلوا فما ناس منهم وصلوا للخروبة لقاو الولد ميت، وبحذاه الفاس وكعبة لويز وبعبوس حنش. روحوا بيهم لبوه، فهم شنيا النازلة الشايب، عرف اللي الولد خان وعرفوا وعقل صغر، ودار به الشيطان وحب يقتل حنش ويخرج الكنز كله في ضربة واحدة. بكى هاك المسكين هو والعزوزة، بكى وغرد أي دفنوا الولد. قعد الشايب باقي مريض، بعد مدة أعطاه ربي بالشفاء، ابدا بشوية بشوية يتقاعد ولا يخرج للحومة، يخرج بالطريفة، أي شد نفسه خرج. كيف ولا ينجم يخدم، ارماه على بهيمه كالعادة وخرج للغابة. دوقة دوقة وصل لك الخروبة المعلومة، لكن هو كهب عليها والحنش خرج له. قال له حدك ثم، امشي حتى في وين تحب، هالبقعة ذي ما عادش حبك تجيها، لا يزال كيف ولدك. قال له لكن انا ايش عملت؟ قال له بكل كمال. قال له انا راني بعقلي، راهو ما نعملش كيف ولدي، هذاك صغير طايش، اما انا راجل كبير وشايب ما يخرجش عليا، انت تنفعني وانا نضرك. قالوا نعرف هذا الكل، وعمري ما ريت منك مضرة ولا نية فاسدة، لكن اش يفيد؟ توا مش نقعدوا، انت فين تشوفني تفكر ولدك، وانا فين نشوفني تفكر بعبوسي.